يسعد مساكم صبايا، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني عنكن. اليوم يا صبايا رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم يا صبايا رح نعمل قطايف طريقة جدا بسيطة وسهلة، ومكونات متوفرة بكل بيت. أنا عندي هون صبايا 3 أكواب طحين، وعندي 3 الكاس رباع سميد، وعندي 3 معالق سكر، ومعلقتين نشا، وعندي كمان ظرف بيكنج باودر، وكمان عندي 4 كاسات ونص مي، ولازم تكون المي فاترة. هلا اول شي صبايا رح نضيف المي. هي عندي اول كوب، وهي تاني كوب، و3، وهي كمان كوب الرابع، وهون كمان عندي رح ضيف النص، وهلا رح ضيف الطحين بالتدريج كاسة كاسة مشان ما بتعجن عنا. صبايا الطريقة هاي ناجحة 100%، وبنصحكم اذا بدكم تسووا قطايف جربوا هاي الطريقة وما رح تندموا. وهلا هون صبايا رح اضيف السميد، وهون رح اضيف ضرب البيكنج باودر. انا رح اضيفهم كلهم صبايا مع بعض، وراح اخلطهم على الخلاط. يعني اذا عندكن بالمضرب، يعني انا رح اضربها بالمضرب مو بالخلاط، يعني مضرب اليدوي. وبتمنى منكم صبايا اذا لساتكم تشاهدوني هذا الفيديو، بتمنى منكم ما تنسوا اللايك وتشاهدوا الفيديو كاملة، وبتشاركوا الفيديو مع اصحابكم مع رفقاتكم اللي بتحبوهن، حتى يعني يدعموني بهالقناة وبتكمل شروطي، يعني حتى فعل القناة فضلا وليس امرا. وهلا هون صبايا رح اخلطهم بالخلاط، يعني بالمضرب اليدوي. انا هون صبايا استعملت اي كيس عندي، لانه هذا يعني عندي لما بدي ابلش اضرب بالمضرب راح يطرش عندي. اما استعملت اي كيس مشان بيعبي عندي يعني الارض والمجلي وهيك شغلات، هيك انضف. هلا هون صبايا عم ورجيكم كيف، يعني شايفين كيف الكيس يعني تعبى معي من هاي العجينة. يعني بفضل الكيس اوفر وانظف، يعني ما بتعذبي بالتنظيف. هون صبايا بتكون عندي كتير جاهز، شايفين قوامها كيف. هلا هون صبايا رح اجيب توا او اي شي عندكن حطه على النار. انا عندي هون هذا الصاج، ما بيلزق فيه ابدا. اذا في عندكم كمان التوا هاي اللي ما بيلزق فيها، لانه انا ما في عندي توا، استعملت هذا الصاج كمان بنفس التوا ما بيلزق فيه ابدا، بتطلع معكم القرص يعني كتير ناجح. هلا هون رح نجرب، رح اضيف اول شي كمان شوي لحتى اجرب العجينة. هون شفت العجينة عندي يعني ناجحة. هلا راح اعمل القراص. كل ما بدكن صبايا بتحطوا واحد، يعني لازم تخلطوا الخليط مع بعضه. هلا هون سكبته اول قرص عندي، راح نشوف شكله كيف راح يطلع. وعن جد صبايا جربوا هاي الطريقة كتير ناجحة، راح تطلع معكم طعم ولا اروع من هيك.
أنا صبايا عملت معي الكمية، عملت معي يعني حوالي 16 رغيف يعني أو 20 رغيف هيك شي، يعني رأفان مثل هي يعني أقراص القطايف. والصبايا إذا بدكن تعملوا كمية أكبر فيكن بتضيفوا يعني نفس حجم الكاسة، فيكن بتضيفوا كمية أكتر، بس عن جد هاي الكمية بتكفي وزيادة. يعني عملتلكن يعني عملت حوالي من 16 20 رغيف يعني مناسب، أما أنا عيلتي قليلة هاي الكمية بتكفي وكمان بالزيادة. هلا هون صبايا شايفين كيف القرص عم يطلع معي، هيك بتبين معكن العجينة ناجحة. يا تولي قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي، قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا مليك هو صاحب الوجه الأجل، فتعيش في هم وغم، تشكو من العمر الممل. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي، قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي، قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. بالله ما ألهاك عنها، أشغلت بالفاني الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي. لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي، قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا مليك هو صاحب الوجه الأجل، فتعيش في هم وغم، تشكو من العمر الممل. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي
يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي. هلا هون صبايا، بعد ما عملتلن كلياتن اخدوا معي هاي الكمية. شايفين كيف شكلن؟ وعن جد صبايا كتير طراية، وعن جد طريقة كتير ناجحة. هاي قدامكن العجينة وفيكن تحكموا. هلا هون صبايا، بعد ما تركت العجينة على طرف، عندي لترين حليب بدي افرطهم. هلا هون عندي اول رتل. هلا رح احطهم على النار هون عندي. هلا هون صبايا، هاد الحليب عندي بيجي يعني جاهز وكل شي. انا يعني لو غير حليب يعني كان قليته وفردته، اما هذا يجي من المول جاهز. انا اللي عندي بس خين شوي، ضفت فوقه الخل، خل ابيض، اي نوع خل عندكم بيصير. بدي افرطه مشان طالع منه القريش. شايفين كيف عندي بدأش يعني القريش عندي يطلع. هلا هون صبايا، شايفين كيف طلعت عندي كمية كتيرة. هلا هون راح صفيه بالمصفى، ولازم تكون المصفى كتير ناعمة مشان ما يعني بيكب منكن. وهلا هون صبايا عندي طنجرة على النار، راح اضيف نص لتر حليب. وراح اضيف كمان معلقتين نشا، وراح احركهم على البارد. بعدين شغل تحتهم النار. هلا هون صبايا، شايفين كيف يعني بعد ما حركته على البارد شغلت تحت النار. هلا هون بلش يتماسك عندي. هون بلش يتماسك عندي، راح اضيف الغريش اللي فرطته معكم، وراح بلش التحريك فيهم. هلا هون صبايا، راح اضيف قليل من كمية ماء الزهر، يعني شي بسيط مشان الطعمة. وهلا هون راح اضيف القرفة، وعندي شي معلقتين سكر. بس بنصحكم صبايا لا تضيفون هلا، بعد ما يبرد عندكم الخليط بعدين ضيفوا القرفة وضيفوا كمان السكر. هلا ما بتصير انه نجحوا معي، ما بقالكم نجحوا معي، بس طلعت عندي الحشوة كتير يعني مرقة يعني كتير. انا بديها تكون اسمك من هيك، بس طلعت عندي كتير يعني مرقة. لازم ما تضيفوا يعني بعد ما تبرد عندكم العجينة بتضيفوا القرفة وبتضيفوا السكر. شايفين كيف صبايا صارت عندي مرقة؟ بس أنا هي بتنجح معي، نجحت معي ما شاء الله، طلعت كتير طيبة. بس أنا كان بدي أسمك من هيك،
يعني أنا بنصحكم إنه تتركوا العجينة تبرد، بعدين بتضيفوا السكر والقرفة. هلا هون صبايا بعد ما بردت عندي العجينة، وعندي هون كمان ال الرغفان. هلا بدي بلش احشيهم بهي الطريقة، او صبايا بس تكتروا فيهم مشان ما بيطلع منه يعني القلي بتنفك معكن الرغيف. يعني بتضيفوا على كل قطعة يعني معلقة وحدة. هلا هون بلشت سكرهم، شايفين صبايا كيف سكرت معي. لازم كتير ترصوهم بإيدكن مشان ما يفتحوا معكن وقت القلي. بتمنى منكم صبايا بتشاهدوا الفيديو لآخر فضلا وليس أمرا، وما تنسوا اللايك وتكتروا لي تعليقات لأنه اللايك بيرفع الفيديو. وبتمنى منكم صبايا ما بتنسوني بمشاهدة الفيديو. وتشاركوا الفيديو مع رفقاتكم لحتى يصل لعدد كبير ومشاهدات يعني كمان تعلى عندي لحتى أفعل القناة. عن جد صبايا هسه بدي كتير لحتى تفعيل القناة، يعني كتير مو بقولكن شوي، يعني كتير بدي ساعات. وصبايا كتير يعني عم نتعب بالتصوير يعني حتى عم نمنتج وهالشغلات، حتى عم يعني بنزل فيديو. وعن جد يعني كتير مقلهاني المشاهدات، الواحد عن جد بيأس انه بينزل فيديوهات. هلا هون صبايا بعد ما خلصت عندي الكمية كلياتها حشيتها. هلا عندي طنجرة على النار بلشت اضيف الزيت، وهلا هون بدي اغليهم. وهلا هون صبايا بيكون عندي شكل نهائي. صبايا أنا لا زينته ولا رتبته ولا شي، انا كنت كتير مستعجلة. يعني بالعادة اخر شي بزين بحط يعني فستق او جوز الهند عليهن. كنت كتير مستعجلة وولادي ما عم بيسكتوا، اما هيك نشرتهم فورا يعني ما انه زينتهم ولا شي. وهون بيكون شكله النهائي. عن جد صبايا يطلعوا كتير طيبين، بنصحكم تجربوها. وبتمنى منكم ما تنسوا اللايك ومشاهدة الفيديو فضلا وليس أمرا. هلا حالكم سلام.